سوق البن والحبوب الذي تستوعبه ساحة ودكاكين السوق القديم وسط مدينة البيضاء يعتبر من أبرز أقسام السوق الأسبوعي المنعقد يوم الخميس. بالنسبة للحبوب الغذائية فإن معظمها وطني الإنتاج، وأكثر ذلك من محافظة البيضاء، كما تفد بعض الكميات من محافظات يمنية أخرى. في هذا الشأن فإن سوق البيضاء الأسبوعي يعرض أصنافا عديدة جدا من الحبوب الغذائية، بل إنه يتميز في بيع أصناف منها، ومن ذلك القمح البلدي عالي الجودة من إنتاج محافظة البيضاء، وكذلك الرمول والجهوش، وهما من الذرة والقمح قبل نضجهما، فضلا عن الذرة المتميزة التي تنتجها محافظة البيضاء. هذا بر بلدي حرقدي اسمه ايش؟ بر بلدي حرقدي. من وين ذا؟ هذا من أرض العزان، من صومعة. نفس البيضة؟ من نفس البيضة نعم. تبيعوه بكم أسعاره؟ هذا نبيع ثمنه ب 1200. هذه ثمينة؟ هذه ضربتين. ضربتين بهذه؟ ضربتين بهذا ب 1200. تحذر؟ هذه ايش يسموها انتم هذه؟ هذه كاس. كاس 600 يعني؟ ب 600. هذا النوع وهذا النوع ذرة جميلة هذه. ايش من ذرة هذه؟ بيضاء. ايش النوع؟ ذرة بيضاء. حق وين هذه؟ من حق محبج. وين محبج؟ الحميقان. الحميقان الزاهر. طيب. الزاهر ايه. يا الزاهر. كم تبيعها هذه؟ هذا البيع ثمنه ب 600، الكاس ب3. هذه شريحي يسموها. شريحي. شريحي. وهذاك الثاني اللي جنبه؟ وهذاك سنيسله. سنيسله في الكيس الثاني. ايه. وهذا اللي تحت؟ وهذا دجور. هذا دجور. الشريحي بكم هذا؟ هذا الشريحي ب 500، الكاس ب 250. والسنيسله؟ والسنيسله ب 300 الكاس. هذا ب 300. ايه. والدجور ب 400. حقهم كله؟ هذا كله من نواحي الارض. من البيضاء. من البيضاء. ما شاء الله. ما عدا البن من يافع. كيف حالك؟ الله يحفظك. طيب ان شاء الله. الله يديك العافيه. تبيع ايش بالضبط انت؟ نفس الحبوب ولا اشياء؟ حب، جهوش، رمول، لوز، زبيب، شام، دجور، داخل اي حاجه. حبوب يعني؟ اطلب طلب بس. كل انواع الحبوب؟ كلها. وهذه محليه معظمها ولا كلها محليه؟ محليه بعضها وبعضها خارجيه. يبدو ان عندك مستلزمات القهوه الخاصه بالحق. الله اكبر الله اكبر. ايش مستلزمات القهوه اللي تبيعها انت؟ رمول اخضر، بر، جهوش. هذا يسمى ايش؟ جهوش البر. جهوش البر، يسمى ايش عندكم؟ عندنا رمول. رمول. ايوه. عندنا هذا جهوش ذره. جهوش ذره. ايوه. والحبوب اللي عندكم بتبيعوها ما هذا الأولي هذا من 600، والقعيدي هذا من 400، والشعير هذا من 400. منين بتبدأوا الحبوب هذه؟ من حدود البيضاء. هل بيجوا الناس يوم السوق الفلاحين بيبيعوها او بتروح عندهم يشتروا لك؟ يجوا الرعية يوم السوق واشتري منهم. انا بالجمله. بيبيعوا بايش بالغالب الرعية؟ ها؟ الرعية بيشتروا بيجيبوا بالجونية ولا بالقدح ولا يجيبوا بالجونية بثمنه نشتري منهم. بالثمنه نشتري منهم. الجونية كان 10. واكثر شيء نشتري الذره هذه اللي نشتريها بيضاء. شواله. البن اليمني الأصيل والمتميز يتوفر بكميات كبيرة في سوق مدينة البيضاء الأسبوعي المنعقد كل خميس. وكل الكميات المعروضة هنا من البن هي من إنتاج بلاد يافع من مناطقها العديدة وبأصنافه المتنوعة. السوق هذا يبدو سوق كبير للبن، يعني يمكن من اكبر الاسواق في اليمن للبن. هذا القرب منطقه يافع طبعا، اول حاجه لانها اقرب منطقه تعتبر يافع، فدائما ما يستهلك يجيبوها يعني اقرب منطقه البيضاء لها. بعدين في شيء بعد نوعياته ايش نوعيات البن اللي موجود هنا؟ نوع مثلا كله من يافع طبعا ولا كيف؟ نعم هذا يافعي كله. ايش انواع اليافعي؟ انواع البن اليافعي الطسوي، هذا اضخم نوع. طسوي. نعم ياتي بعدها العرقي. طسوي. اين طسوي موجود؟ هذا الطسوي. هذا الطسوي. هذا الطسوي. هذا حبه كبيره وتلمع قليلا. هذا افضل، هذا نوع رب يسمى مربى من نفس العضو حقه. هذا افضل نوع. نعم. اسعاره كيف تبيعوه بكيف؟ اسعار هذا 1200 الكاس. الكاس هذا الكاس الصغير هذا الصاع يعني ب 1200 ريال. هذا 1200 ريال. هذا يسمى هذا كاس. نعم ب 1200 ريال. ب 1200 ريال. نعم. هذا رقم واحد. نعم. وهذا اثنين. وهذا رقم 2. وش هو؟ ايش النوع ذا؟ هذا عرقي. من العرقه. نعم.
من بين العرقه. هذا ب 1100 ريال. هذا الكاس بكم؟ نعم ب 1100. 1100. هاش؟ هذا بالثقل. ايوه بس الجوده هي جوده البن التصوي. بعدين ايش ممكن يكون نوع غيره كمان؟ وش هو ذا؟ هذا ناخبي، بن ذي ناخب. ناخبي. نعم نوع من منطقة ذي ناخب في يافع ايضا. نعم برضها يافع، كلها مناطق يافعيه. ما شاء الله. واسعاره؟ قوته السعر حقه 800 ريال الكاس. الكاس 800 ريال. 800 ريال. هذاك من شعب العرب. من شعب العرب اللي هو باتجاه رصد. سعره 700 ريال. 700 ريال. هذا ذي ناخب. وهذا ذي ناخب نوع ثاني يعني درجه ثانيه سعره 800 ريال. 800 ريال. وهذا؟ نعم هذا من العرق؟ نعم 1100 ريال السعر حقه. 800 ريال. وهذا تصوي. هذا تصوي. نعم السعر حقه ب 1100 ريال. هذا هو رقم واحد. هذا اجود انواع البن. مستوى البيع لمن انت بتبيعوا الغالب؟ لابناء المنطقه ولا لمن في الغالب؟ ابناء المنطقه وبعض الاحيان يعني مثل ما الان العيد ولا ايام رمضان يشلوها المغتربين يعني هدايا المناطق السعوديه ولا دول الخليج بشكل عام. في كثير من المنطقه. ايوه من البيضاء ومن يافع. وفي ناس من صنعاء ينزلوا له لانه مشهور دائما البن اليافعي مشهور. ينزلوا البيضاء. البيضاء يعني مشهور على سائر انواع البن في اليمن. المركز الرئيسي لبيع البن اليافعي وين؟ هنا في البيضاء؟ نعم في البيضاء. نعم اشهر منطقه هي في بيضاء وفي الابعوس. وفي الابعوس لان انا ما وجدت في يهر، نزلت مره يهر والعسكريه ما كانش في ما اسواق. ما يبيعوش البن بهذا الكثافه. هناك الموجود يعني الثمره وذا بس الاسعار حقته الاسواق حقته هنا متواجد. البيضاء؟ نعم البيضاء يوم الثلوث ويوم الأربعاء. نعم يجي الرعاوي من يافع. اكثر اهل يافع ينزلوا لانها منطقه قريبه تفاوت على المسافه من ساعتين. تعرف يافع قريبه ايوه. يوم من ساعتين الى 3 ساعات وهنا في السوق. البيضاء يوم الخميس. السوق الخميس. والابعوس يوم طبعا السبت. نعم السبت.